النهاردة هنشرح ازاي نفتح حساب بنكي في الأهلي أونلاين. أول حاجة هندخل على جوجل، نكتب فتح حساب في البنك الأهلي التجاري، هنضغط على فتح حساب جاري عبر الإنترنت، هيدخلنا على الصفحة دي. بعدها افتح حسابك الآن، نضغط عليها، هيدخلنا على أول صفحة، تفاصيل الشخصية، هنكتب رقم الهوية، بعدها نوع التقويم، تاريخ الميلاد، هنختار ميلاد أو هجري حسب. تاريخ الميلاد هنا لازم نكتبه زي ما هو مكتوب في الإقامة بالظبط. الخانة اللي تحت رقم الجوال، هنكتب رقم الجوال المربوط بأبشر. بعدها نضغط أوافق على شروط وأحكام الخدمات الإلكترونية، أوافق على إني لست مقيم يستوجب علي دفع الضرائب في أي دولة أو دول خارج المملكة العربية السعودية. بعدها نكتب الرمز هنا زي ما هو مكتوب 0885. هنضغط على استمرار. هنا هنكتب رمز التفعيل اللي هيجيلنا على التليفون. هنا الخطوة التانية، تفاصيل العنوان، معلومات العميل. أول حاجة هنا في الإقامة هنختار مؤجر أو سكن العمل. الحالة الاجتماعية هتختار بقى أعزب، متزوج، مطلق، أرمل، أرملة. بلد الميلاد هتختار البلد اللي انت اتولدت فيها. بعدها مكان الميلاد هنكتب اسم الدولة مصر. طبعا أنا بختار مصر على سبيل المثال، يعني كل واحد يكتب الدولة اللي هو اتولد فيها. هنا بقى معلومات العنوان الوطني، اللي مش عارف يعني ايه عنوان وطني، في فيديو فوق يدخل عليه ويسجل في العنوان الوطني. أول حاجة نكتب رقم المبنى، بعدها اسم الشارع، بعدها رقم الوحدة، بعدها الحي. هنختار المنطقة والمدينة مكة. الرمز البريدي هتجيبه من جوجل لو متعرفوش. تحتها الرقم الإضافي. الرقم الإضافي هتجيبه من العنوان الوطني. بالنسبة لرقم هاتف المنزل هنكتب لحد 10 أرقام بس، وبعدين هنضغط التالي. الخطوة التالتة زي ما انتوا شايفين، معلومات السكن في البلد الأم للمقيمين فقط. هتكتب بقى رقم المبنى في البلد الأم، اسم الشارع، اسم الحي، يعني كل البيانات اللي هو طالبها منك. هنا هنكتب رقم الجوال في البلد الأم، هنكتب 10 أرقام بس. حتى لو انت رقمك من 12 أو 13 رقم اكتب 10 أرقام عشان يوديك للخطوة اللي بعد كده. هنضغط التالي. دي الخطوة الرابعة، فيها تفاصيل الوظيفة. الحالة الوظيفية هتختار الحالة الوظيفية. على سبيل المثال أنا هختار موظف قطاع خاص. المؤهلات الأكاديمية هتختار المؤهل بتاعك. بعد كده الوظيفة، نختار سائق خاص على سبيل المثال. جهة العمل، الكفيل. بالنسبة للعمالة المنزلية، عامل منزلي، سائق خاص، أي عمالة منزلية نكتب اسم جهة العمل الكفيل. نكتب المسمى الوظيفي بتاعنا، ممكن نكتب فيها الكفيل برضو. بعدها نحدد تاريخ الانضمام، بعدها منطقة العمل، مدينة العمل، بعدها اسم شارع العمل، بعدها رقم هاتف العمل. برضه هنكتب 10 أرقام، لو ما عندناش نكتب رقم الجوال. هنضغط التالي. بعدها دخلنا على الصفحة دي المعلومات المالية. المصدر هنختار الراتب. طريقة الدفع الشهري هنختار نقدا. مبلغ الدخل الأساسي من 3000 ل6000. الدخل الرئيسي الراتب. مستوى الثروة أقل من 5000 أو من 5000 ل10000 حسب الرينج بتاع راتبك. بعدها نضغط التالي. جينا في الخطوة اللي قبل الأخيرة، سبب فتح الحساب هنختار شخصي. اسم المودع الرئيسي هتكتب اسمك في الثلاث خانات اللي تحت بعض. اسم المودع الرئيسي، اسم المستفيد الرئيسي محلي، اسم المستفيد الرئيسي دولي،
هتكتب اسمك ثلاثي في ال3 خانات. بعد كده نيجي هنا لإجمالي الإيداع النقدي الشهري المتوقع، هتكتب من خلال الرينج بتاع الراتب بتاعك إجمالي السحوبات النقدية الشهرية المتوقعة، إجمالي الشيكات الشهرية المودعة، إجمالي الشيكات الشهرية المسحوبة، إجمالي الدخل الشهري المتوقع. هنا مكتوب لك أهم الدول التي يتم التحويل من وإلى. هنا ممكن نختار أكتر من دولة، يعني تختار الدول اللي انت هتعمل تحويلات ما بينهم، مثلا السعودية، الكويت، مصر. هنضغط التالي. هنا بقى يدخلنا على النفاذ الوطني الموحد. هنستخدم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور بتوع أبشر. بعدها هنكتب الرمز المرئي وهنضغط على تسجيل الدخول. هنكتب الرمز اللي هيجيلنا على الجوال. بعدها هنضغط متابعة. كده ألف مبروك، تم إنشاء الحساب. عزيزي العميل، تم إنشاء حسابك بنجاح. رقم الحساب الدولي ورقم الأيبان. فاضل لنا بس التسجيل في الأهلي موبايل والأهلي أونلاين عشان نقدر نعمل معاملاتنا البنكية عن طريق التطبيق الخاص بالبنك الأهلي التجاري. هنكتب اسم المستخدم والرمز السري وهنعيد إدخال الرمز السري. بعدها نضغط تأكيد. هنا يقول لنا تم تسجيل حسابك بنجاح. هندخل بس الرمز السري للهاتف المصرفي. هنختار رقم مكون من 4 أرقام. هنضغط تأكيد. ده هيطلب مننا لما نيجي نضيف مستفيد عشان التأكيد. في تحت بطاقة مدى من البنك الأهلي. نختار الطباعة من الخدمة الذاتية. بعدها نضغط تأكيد. مننساش نسجل البيانات دي في ورقة أو ناخد سكرين شوت عشان دي فيها كل بيانات الحساب. مبروك عليكم الحساب.